ستلعب على طريقة الركية بالنسبة لهذا الظهير الأيمن، وبالتالي نحن نراقب، نشاهد، نتابع، نلاحظ بكرة كرواتية إلى داخل البوكس، الاقتراب الآن، ولكنها وصلت إلى جوندا لصاحب 33 سنة، وصلت من الجهة اليمنى، استلام وتقدم هنالك عن طريق من؟ عن طريق أسانو يبحث، محاصر، عاد إلى الخلف، مرر استلام بالمنتصف، وبعد ذلك تراجعوا إلى الخلف وأغلقوا كل المساحات وتمركزوا بشكل جيد. لذلك صعبت المهمة الآن على اليابانيين بهذه اللحظات. وصلت الكرة في منتصف ملعب المباراة، هنا شوغو بتمريرته، الدوران، التقدم، القراءة بشكل ممتاز، إنها لليابان بعرضية إلى الطرف الأيمن، ولكن جاء التدخل والإبعاد لتعود هنا في منتصف ملعب المباراة لمصلحة اليابان. تستمر الأمور بهذا الحال، ومع دقائق يابانية الآن محاولة التقدم، هنا يريدون الوصول إلى شباك ليفاكوفيتش، وبعد ذلك تغيير الاتجاه إلى الطرف الأيمن. لاحظ هذا الدخول بالعمق من قبل اليابانيين، تغيير الاتجاه، وهنا وصلت لكنها وصلت إلى قبضة ليفاكوفيتش يا سادة يا كرام، لصاحب 27 سنة، للي طوله 192 سنتيمتر. نعم، ندخل بآخر 5 دقائق من عمر الوقت الإضافي أو الشوط الإضافي الثاني. وهل يا ترى استاد الجنوب قبل أن يودع